السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم مهندس علام السيد أحمد، دعم فني شركة شورى الكيماويات. هنستعرض مع بعض نتائج مركب دولفيك 400 سم للفدان لمكافحة الحشائش العريضة والرافعة في محصول القمح. الصور ده حضراتكم أنا مصورها امبارح من حقل في منطقة الحمول. زي ما حضراتكم شايفين كمية الحشائش اللي كانت موجودة، لو كمية الحشائش دي ما كناش سيطرنا عليها بالكفاءة اللي حضراتكم شايفينها ديت، كان بالنسبة للحقل كان هيتحرق. زي ما حضراتكم شايفين ده الكنترول اللي مترشش، ده اللي اترش. طبعا زي ما حضراتكم شايفين الحشائش كلها محروقة. الحقل ده كان عبارة عن يعني نسبة 90% من الحشائش اللي كانت موجودة منه في اللارس. كانت أكتر من يعتبر جنب كل نبات قمح آه، حشيشة واتنين وتلاتة من الفلارس. لو ما كناش كافحناه كان هو أصلا المزارع كان عامل حسابه إنه يحرط الحقل يعني. زي ما حضراتكم شايفين قوة المركب على أرض الواقع. كنا راشين يوم 3/12، ده لحضراتكم الفرق بين اللي ترش والمترشش. كنا راشين يوم 3/12 ومصورين يوم 18/12، يعني حدود 15 يوم ما بين التطبيق وما بين النتائج اللي ظهرت. ده حضراتكم الكنترول مليان حشائش اهوت مترشش، ده اللي ترش. ده اللي شوف حضراتكم منظر الحشائش، كمية الحشائش المحروقة. كل سنة وحضراتكم طيبين، أتمنى لحضراتكم موسم سعيد، وأسيبكم مع بقية النتائج وبقية الفيديو.